خلي على الله، خليها على الله. ايش اللي حصل يا عمي ايش اللي حصل، بس خليها على الله. والله العظيم بس خلاص. يا اخي والله منتخب فاشل يا اخي، صوتنا راح. 4 مباريات جينا نشجع عليه، اختبار بكره طالع توني من اختبار، جاي اشجعهم يا اخي ما فيهم امل، لا مهاجم لا دفاع ومسنتر صح لا وسط يلعب زين، يا اخي استحواذ على ايش؟ استحواذ على ايش يا اخي؟ ما في هجمه، كلهم قاعدين يلعبون ورا، والله تعبنا والله تعبنا يا اخي. المنتخب لو سنه ونص نلعب بدون راس حربه، الى متى يعني؟ ما قادرين نطلع راس حربه، 30 مليون نسمه في السعوديه، ما انتم قادرين تطلعوا راس حربه واحد. عندكم رؤوس حربه في الانديه كلها، عندكم مهند عسير، عندكم عبد الرحمن الغاندي، عندكم عبد العزيز العرياني، عندكم لعيبه بالهبل. الى متى هذا الموضوع يعني؟ يحتاج راس حربة صريح، لكن الحمد لله الشباب ما قصروا اليوم، لكن ما انكتبت لنا والحمد لله. الشوط الثاني الكرة طول الوقت كانت مع السعودية يعني، والهجمات كلها جاية من عندنا، وما أدري إيش الموضوع يعني، ما قدرنا نجيب جول واحد للأسف. ما لنا حظ، لو لنا حظ أتوقع إن احنا نتأهل. لعبنا كويس يعني طول الوقت وإحنا متسيدين الموقف، لكن ما الله كتب. بس حظ، وإحنا الركني كمان ما تعودنا عليه، الركني هذا متى نشوف له حل ما أدري. فهد المولد ترفع له ما زبطت خلاص طلعوا. والله لعبوا كويس، تبغى الصراحة والله لعبوا مرة كويس. اليابان بس جابت الهدف ودافع نفسها زي مباراة قطر، احنا ضاغطين وهم مدافعين، يجوا فينا اهداف احنا ما نتوفق، بس الحمد لله. والله اللاعبين ما قصروا، سووا اللي عليهم، بس ما في توفيق من الله اول شيء. ثاني شيء انا اشوف التكتيك المدرب هذا المفروض يراجع نفسه ويراجع استحواذ على الكرة ولعب من غير نتيجة، ما ادري يعني ايش السبب، ما ادري والله. هو لاعب مدرب، لعيبه يعني ادوا اللي عليهم ما قصروا، بس ما ادري حظ يمكن. بصراحة والله مجاملات، منتخب عبارة عن مجاملات قسم بالله. الكل يدري ليش تجيب لاعب على حساب لاعب عشان اللاعب فريق كبير، صعب والله. انت لو لاحظت بداية الشوط الثاني لعيبة المنتخب السعودي جالسين يلعبون كورة فوق، كور عالية، اغلب الكور عاليه، والمنتخب الياباني يتميز الدفاع بالكور العاليه. لما نلعب لو لاحظت لما نلعب تحت نوصل للمرمى، لكن الحمد لله حصل هذا المكتوب والحمد لله. ما عندنا ولا مهاجم، المنتخب السعودي جاي كاس اسيا بمهاجم واحد فقط، ايش بيسوي؟ ايش بيقدم؟ ما عنده شيء. انا ما ابغى استحواذ، انا ابغى نتيجه، ابي فوز. انا جاي ضارب 1000 كيلو علشان ابغى لي منتخب يجمل، اخرتها ما لقى لي منتخب يجمل. بيض الله وجيههم ما قصروا اللعيبه، لا نضغط عليهم، لعيبه صغار في السن وان شاء الله المستقبل قدامهم. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب الاماراتي ان شاء الله. احنا اليوم لعبنا سوينا كل شيء، سووا اللعيبه كل شيء، ما قدرنا نفوز. هجمه واحده ركنيه لليابان سجلوا منها هدف وقفلوا المباراه. قدموا اللي عليهم الشباب ما قصروا، ان شاء الله نعوضها في الجايات. ولو ان علينا ملاحظات على المدرب في الاختيارات اللاعبين، يعني جاي البطوله بمهاجم واحد وفهد المهلد غير موقعه من جناح الى مهاجم، وتقريبا كان يلعب مهاجم وهمي طول المباراه. يعني ما شفنا اي هجمه خطيره لنا، لكن نقول ان شاء الله البطولات الجايه يكون ادائنا فيها افضل ونعوض ان شاء الله ببطوله ان شاء الله.